صباح الخير، صباح الفل. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ عايزه ادردش معاكم في موضوع جميل جدا، وهو ازاي ان احنا يبقى عندنا طاقه ايجابيه كده ونشاط وسعاده ان احنا نقوم بالمهام اليوميه بتاعتنا على اكمل وجه طبعا، ونصحى الصبح كده عندنا نشاط ونقدر نكمل اليوم ونعمل، ويبقى عندنا يعني انتاجيه او productivity طول اليوم. ده بيتم على كذا خطوة انا كنت اتكلمت فيها معاكم في سلسلة حلقات اسمها البيوت راحة. بس الاول انا عايزة اقول لكم، هو انا هنا في كومباوند اسمه تريو جاردنز في القاهرة الجديدة في اول العاصمة الإدارية. بصوا المكان ملهم جدا للحديث في الموضوع اللي انا عايزه اتكلم فيه معاكم. يعني انا ماشيه على نجيله وقدامي شجر، بتمشى في ليفلز كده، في تدفق للهواء، الطاقه الحيويه اللي بتخلي البيت كله كده سعاده ونشاط. طيب بصوا بقى، اسمعوا عن مسارات الطاقة، وهي عبارة عن ايه. هي طبعا بتوع الطاقة بيقولوا اللفظ ده كتير، بس مش بيفسروا هي ايه، لان اللي بيفسرها هو علم الهندسة المعمارية. فمسارات الطاقة الحيوية اللي بتخش البيت بتخلي ان احنا عندنا حيوية ونشاط وطاقتنا تبقى دايما متجددة. ما هي الا حاجتين: مسار الهواء ومسار الحركة. كل ما المسارات دي تبقى فيها انسيابية وراحة، كل ما احنا هنبقى طاقتنا مش بتستنفذ في حاجات ملهاش قيمة ملهاش لازمة. اتفرجوا بس على الجمال اللي قدامي ده ونكمل كلامنا، لان دي من الحاجات اللي بتجدد الطاقة. المنظر اللي انا شايفاه دلوقتي، انا في تريو جاردنز كومباوند في التجمع الخامس او في القاهرة الجديدة. هو اسمه مستوحى من فكرته ان هو كله جاردنز ما بين العماير كده. طبعا صوت المية وصوت الشلالات من الحاجات اللي بتهدي خالص الانسان. ليه بقى عايزة اتكلم معاكم في الموضوع ده؟ الانسان مخلوق من الطبيعة، وكان عايش في حاجة زي كده، صح كده؟ اتخلق علشان يعيش في الجنة او جنة عدن، فهو جزء منها ومخلوق طبيعي زيه زي النباتات الاشجار، تمام؟ فهو بيستمد طاقته لما بيرجع للطبيعة. احنا ازاي بقى نخلي بيوتنا الطاقة اللي فيها بتتجدد؟ اول حاجة هو ان احنا ما نحطش فرش يعوق مسار الحركة بتاعي جوه البيت. ما نحطش فرش او فرنيتشر يعوق مسارات الحركة بتاعتي، يخليني كل ما ابقى عايزة اتحرك من فراغ للتاني اضطر ان انا اشيل حاجة او احط حاجة. ده بيعمل حاجة اسمها استنزاف للطاقة. فكل الفرش اللي هو ملوش لازمة
اللي بيعوق مسار حركتي جوه البيت. ده لازم ان احنا نشيله ونعيد نظر فيه، نبص له بصة تانية، لان هو بيستنفذ الطاقة. تاني حاجة وهو مسار حركة الهواء ودخولها لكل جزء في البيت. ده حاجة مهمة جدا عشان تجدد نشاطنا، لان احنا زي الشجر ده. بصوا الجمال، الورد والشجر والحاجات دي كلها محتاجين للعناية والرعاية وللهواء وللأكسجين وللشمس. هي دي مسارات الطاقة. فلو بيتك ما بيدخلوش تهوية جيدة، قفله بدولاب مثلا، قافل الشباك اللي بيدخل هواء وشمس، قفله بدولاب. انت محتاج ان انت برضو تعيد نظر في قطعة الأساس اللي بتعوق دخول مسار الطاقة ده الطبيعي اللي ربنا مديهولنا. فهي دي مسارات الطاقة، وهو دي الطريقة اللي انت ممكن تشحن بيها طاقتك وتجددها عن طريق البيت وديكوراته. وطبعا يا سلام لو عندك قطعة كده من الطبيعة جوه البيت، ورد طبيعي، قطعة فرش من شجرة طبيعية. كل الحاجات دي بتعمل حاجة اسمها تفاعل كده نفسي وروحي، على مستوى النفس والروح، بينك وبين الكائنات الطبيعية اللي هي الشجر والورد والطبيعة. تمام. صباحكم زي الورد اللي انا لسه مفرجه لكم دلوقتي. يومكم سعيد. مستنيه تفاعلكم. انا هنا بعمل ايه؟ احنا هنا بنعمل فرش الفيلا دوبلكس. تمام. فرجكوا عليه وتجاليد حلوه قوي بجد، طالعه حلوه قوي زي المكان اللي هي فيه. هفرجكوا على صورهم وفيديوهاتهم في الستوري، قولوا لي رايكم. تمام. سامعين زقزقة العصافير؟ هو ده بقى التفاعل مع الطبيعة، العصافير، الحيوانات، الورد، الزرع، الخضرة، كل الحاجات دي تدينا طاقة. بصوا جمال المكان اللي انا فيه، والطقس فيه كده حلو قوي. صوت المية والشلالات من الحاجات اللي بتساعد الإنسان على تفعيل حاسة السمع، وبتدي رطوبة في الجو الجاف. فصوت الشلال من الحاجات اللي بتريح الإنسان زي الموسيقى كده. عايزه اقول لكم فرق درجه الحراره بين هنا والجزء اللي فيه الشلالات والجزء اللي بعده مختلف تماما. الشلالات عامله طراوه ورطوبه، هتنفع جدا جدا في مناطق زي الجونه مثلا، لان هي جافه قوي، الشمس فيها طول السنه، فهتطري جدا على الناس. وطبعا الغردقه عموما، يعني الميادين اللي عندنا في الغردقه احنا بس مشكلتنا في ازمه الميه. كل اللي هيسمع الكلام ده يقول لي ازمه الميه. طبعا في علم وفي ناس خبراء تقدر تسيطر على الأزمة دي، وهنبقى محتاجين شلالات زي كده في الغردقة عشان الميادين العامة الجو فيها حر قوي قوي قوي، خصوصا ان احنا داخلين على شهر 7 و8. وفي طبعا افكار لان هي لإعادة تدوير المياه المالحة مثلا. بس لازم نستخدم المية في الغردقة لأن الجو عندنا طقس حار جاف.
فدي من المعالجات الحلوة قوي للجو، هي طبعا والخضرة والزرع ان هما بيطلعوا اكسجين وبياخدوا ثاني اكسيد الكربون اللي بيخرجوا العربيات ونفسنا. يومكم سعيد. انا قلت اصبح عليكم. هو للاسف البيت فوق ما فيهوش شبكه، كنت فرجتكم على الشغل لايف، حاولت كتير اعمل كده بس مش بينفع، ففرصه اتفرجنا على الكومباوند، دردشنا شويه في موضوع شحن الطاقه في البيت ومسارات الحركه، وتابعوا الستوريز، هحط لكم فيديوهات وصور للرجاله الشغاله معايا هنا في تريو جاردنز، بنعمل تركيبات لفرش وتجاليد ديكور. مبسوطة جدا جدا بمتابعتكم. يومكم سعيد. معاكم مهندسة مريم نشأت عدلي. مكتبي مقره في الغردقة، بس احنا بناخد بعض الأعمال في القاهرة زي الديزاينز وتنفيذ كل ما هو فرنيتشر، ديكورات، بنقدر ان احنا نعملها ريموتلي يعني. يومكم سعيد. باي.